بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. سلام عليك حبيبتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبألف صحة وعافية. صبحتم بأنوار النبي. صلوا على الحبيب مصطفى، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وصفة اليوم كما تلاحظوا اللي هي وصفة جزائرية تقليدية من التراث الجزائري. كسرة فطير، خبزة فطير أو كسرة رخساس أو كسرة رخسيس، يعني كل واحد كيفاش يقول ليها وأغرب الأسامي تختلف، لكن الوصفة تبقى جزائرية تقليدية. جبت لكم مقادير مضبوطة ومضبوطة جدا، يعني غير بنوعية تاع سميد واحد. تجي تفتت وكأنها قاعدو بزاف سهلة، وخاصة الأخوات يعني اللي بغاو يديرو مشاريع صغيرة. يعني من أول تجربة راح تنجح معكم بإذن الله. شوفوا دائما نفتح لكم حبة نفتح لكم شوية المصداقية. شوفوا تجي تفتت وكأنها قاطو. ونبدأ بسم الله على بركة الله بالمقادير وكيفية التحضير مع داك السر تاع التحمار تاعها، يعني تجي قاع محمرة. نبدأ بسم الله. أنا هنا استعملت سميد رطب، السميد اللي نديرو به المسمن اللي نديرو به يعني المطلوع، هذا هو. استعملت يعني استعملوا أي نوعية جيدة، يعني ما تقيدوا حتى الماركة، يعني استعملوا نوعية جيدة اللي تكونوا موالفينها. هنا درت راح نعطيكم العبار بالكاس، كاس تاع كازوز. هاي قطع لكم 2 خبزات. درت 4 كيسان تاع سميد. هنا مغرف نتاع السكر معمرة، تكون مغرف تاع أكل باش تعطيكم ديك التحميرة. هنا درت مغرف ممسوحة نتاع خميرة الخبز، مغرف تاع القهوة يعني تكون ممسوحة. نخلطو هنا الملح، خلو حتى للأخير. نخلطو كما تلاحظوا مليح. هنا نجيبو الكاس اللي عبرت بيه. انا درت هنا نصف تاع زيت الزيتون. نتوما يعني لكم الاختيار، اللي ما يبغيش زيت الزيتون ولا متوفرش عنده يعني دير غير زيت عاديه. انا يعني الا بغيتوها تجي مبسه اكثر واكثر ديروا يعني كتر من نص كاس، لكن يعني نصف كاس يكون كافي، وخاصة الأخوات المبتدئات. 4 كيسان سميد بنصف كاس يا زيت يا زيت زيتون، لكم الاختيار. يا ديروا خليط، لكن زيت الزيتون تجي يعني ولا أروع، تجي بنينة. أنا نجيبو كذلك نفس الكاس اللي عبرنا به، نديروه ماء بارد. أنا نعجنها بالماء البارد. وهنا درت نصف ملعقة نتاع ملح، نحلها بداك الكاس كما تلاحظوا. وهنا نبداو نجمع، يعني راح نفرغ كاع داك الكاس ونبدا نجمع فيها كما تلاحظوا. شوفوا يعني اللي بغا دير مشروع بدون رأس مال، يعني ما يكلف ما والو. السميد انتي درتي، ربي يسهل على كل وحده ويرزق كل وحده من بابه الواسع. شوفي انا قسمتها، درتني هنا 2 كرصات و2 خبزات. شوف الطريقه اللي ديروها يعني باش تجيكم قاده، يعني ما تلقتهاش مليح، فقط لمتها. انا نغطيها ببلاستيك خليها ترتاح على الاقل واحد ديك ربع ساعه 20 دقيقه. فين يعني ما وجد طاجين وشعلت عليه. هنا شوفوا يتقرصوها بالكف نتاع اليد نتاعكم، هي تستعملوا الحلال باش تكون عملية سهلة. يعني كل ما تحلوا تقادوها، ما ديروهاش هنا كاع ركيكة، ما ديروهاش خشينة، يعني باش ما تقعدش طيب معاكم في الساعة وما تقعدش عجينة. أنا ندخل أول مرة القناة نقول لها ألف مرحبا بك، متنساوش فقط الاشتراك في القناة، كذلك ضغطوا على زر لايك، ديروا مشاركة للفيديو باش تعمل فائدة على الجميع. ولكم الله يحفظكم ليا. شوفوا محدني الحل وانا يعني نقاد في ديك الجوانب باش تجيني الخبزة نتاعنا متحوفة ومقادة. انا درت طاجين، درت حماة يعني، وندير على نار متوسطة، يعني ما نزيدش كاع عليه، ما نقصش عليه. ونقاد فيها ونطيبها، يعني نحمرها من الجهتين بهاد الأداة اللي عندها نتاع الكسرة. اللي ما عندهاش يعني
غير تحرك يعني ما تنساهاش. شوفي يعني بدات تحمر عفوا. هنا اللي ما عندهاش هاد اللوحة نتاع الكسريع يدير غير سربيسة وتبدا. هنا علاش نديرو هاد العملية يعني باش تحمر لينا كاع كيف تجينا حمراء، ماشي جهة تقعد حمراء وجهة تقعد بيضا، باش تحمر لينا كاع كيف دير غير سربيسة يعني ودير هاد العملية تبدا. شوفو كاع جاتنا حمرا كاع على مرة وحدة، يعني ما تجيش بلاصة بيضا وبلاصة حمرا، تجي حمرا كاملة. انا شوفو قلعت الخبزة الأولى ودرت الخبزة الزاوجة يعني وهي حامية. الخبزة الأولى ولادي يطيروا نصها بصحتهم، يعني أنا ولادي يبغوها خاصة مع قهوة تاع الصباح. شوفو هادي هي تجي محمرة على أروع. وهذه الخبزة يعني اللي طيروها ولادي. وانا نقسم لكم كما تلاحظوا يعني المصداقية في الوصفة. كما قلت لكم يجي تفرزت كي الكاطو، خاصة خواتاتي اللي بغاو يديروه مشاريع يعني تكلوا على ربي وكل شيء على ربي بإذن الله. شوفوا ولا أروع وصفة يعني ناجحة من أول تجربة. شوفوا يعني مصداقية في الوصفة، نتمنى أنكم تجربوها إن شاء الله وتكون ناجحة معكم. خاصة يعني إلا بغيتو تخلطوا جوج أنواع نتاع السميد، ديروا سميد متوسط وسميد يعني رقيق. وإلى الملتقى إن شاء الله في وصفات أخرى. سلام.